انتهى انزلين. خليك مظبوط. ايوه اسم تاني. ايوه تاني. انت برضه لا ما خليك هنا. ودلوقتي رجع لورا يروح للعربية عشان شاي. وبعده ارجع ارجع. تمام. ايوه تمام. في واحدة واقفة. اوعى خليه يطلع بوشه كده. اطلع وانا اديها كده من ورا. معلش معاهم. لز هم يوم العربية بس لسه يروح يعملوا تاني. هيروح يجيبوا تاني ويحطوا في العربية. لازم يكملوهم 100 كورونا. حاجات الكورونا. تقطع الكورونا دي بقى سيد ربنا ما يقطع الكورونا اهو زي ما انت شايفين. على مهلك عشان اللي تبقى جنبها ما تتكسرش. انت عارف يا مريضة زرعانين في الجبل ده بعد ما تهوي دي هيطب طب سد هتحش على جنب بعد كده. دي زي نظام سلك. اليابان انضف نوع في الكورونا. والله العظيم بديل. صلى على النار. دي هاو دي هاو دي هاو. عايز واحدة مش واحدة كمان. بسم الله ما شاء الله كل حاجة بخير. واحدة 5 دي يا عم رب. واحدة 5 العربية واقفة برا مستنية لما نشيلها بقى ونروح نقلبهم فيها. هلا نشيل 100 كرنب بس. المية تبقى بلبلة بس يا عم. عايز مية قريب يا دوبك السراب تريح. والكرنب كله لسه ما طابش. هيطيب. واحدة هنا قدام أرض.
ان كان حد من نسيبنا معدي على الشمال ما دي سكه ممكن هو ما حدش ينزل غريب ده واحد على الشمال بس يقول صح. لا صح تاخد منها حاجه يعني بص عم الجل هنا زرع باذنجان 3 4 ال10 جرات دي كانت باذنجان اقسم بالله كان لما يطلع بالعربيه والله ما حطيته في بيتي قاعد ينقي له قلت له انا لو عايز انقي هنقي بايدي لو عايز الجال زرع دي كروم خد مني دي كروم بزرعها كده كروم وطلع باذنجان ايوه 18 احنا وعامي هم راحوا بقى نيفهم للدوسه من غير ما يقولوا لي بقروش الثلاث جرات اللي بجنبك الباذنجان دي خدها ب 6700 عفر ابويا في احمد ابو عبد الله قال له اعمل بويا الطير اسكت يا عم الحاج ما تستناش نفتح ده ناس ما يتاجر في الثوم وفي الشطه وكانت الدنيا مديه قال له يا واد خدهم ده جرات الصين جمل بارد الله يشفع الله يرحمه كان راجل يعرف المعنى. خدت جراتين في الخب انا كانوا بتاعت عبد الحكم ابو خليفه باعهم لده وباعهم لده وفي الاخر واحد من الناس قال له يا جماعه ان شاء الله باذن الله النهارده هنخض معاكم الجربه هنعلكها. بص اللبن اللي هو نازل تحت ده واحنا بنصفي الجربه اتكب منا شويه فهو اللي عامل الشكل اللي هو ده. كانت يعني استوت وجينا نصفيها راحت عملت كده. اللهم صل الملائكه يعني قاعدين مستنيين لبناتنا الفراجات يلقط. احنا ما نخض جنب عيشه الفراخ يعني. والوقت راح وكل سنه وانتم طيبين وعايزين نفطر وده صيام وربنا يجعل رمضان وعيد ابيض علينا وعليكم وعلى امه محمد اجمعين. امين يا رب العالمين. نوح الصباح بيصبح على اهل القليوبيه. ماما تقول لكم بحر الصباح ده العيد الكبير لما يجي بحر الصباح. خلنا تبقى العيد الكبير بس اللي يعيش. حد يخض في المغرب؟ احنا مش هما نحكي يا جماعه عشان عايزينكم تسمعوا صوت الخض وصوت الروايح زمان. عبودة جه يا لهوي على منطقة عبودة ولا حصل. انا اقول هاخد ولا هاخد اعمل عشان جيت هاخد اصلي العشاء. هاي انت تمشي على طول على الصالح. ايوه انا العب تفطر وتروح على الصالح. هي انا ندمت عليها. هي القربة دي ما نعمل ايه؟ هي ده هي عبودة الخاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله باذن الله كده. بنحلب معاكم على طول البقرة دي والتحنين انتوا عارفين وقلنا لكم في كذا فيديو ان احنا بنبل ضرة البقرة كده ونحنن فيها لحد ما هي تصب اللبنات. فاحنا ما حبناش الفيديو يطول عليكم فقلنا نحلب على طول. فصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. انا حلبت معاكم الدور اللي فات انا وان شاء الله باذن الله النهارده بتحلب معاكم كل دار يعني نخلي حد يحلب معاكم عشان تشوفوا الحليب الفرق بين ده وده يعني برضو. ما سالوش عليا وانت ما تحلب يا ماما؟ لا حسين قال الحاجه لا واحد قال طمنت عليك يا عمر ما تعرف تحلب. مشاهديني ما سالوش عليا قالوا لا كده خلاص اطمنا عليك عرفناك هتحلب.
انا على ما انت على طول انت اللي ما تحلبي. بس برضه مش كل رنة. هم تقول لكم مش كل الحاجات. يعني رحت خليني من غير مناخير. لا الدار اللي فات لما كنت لابسه النقاب ومحمد كان مصور من بعيد وعملنا فلتر كانت عاليه الاضاءه. عم صور بتليفونه وهو عمل له بتاع كده اضاءه. فالمهم صليت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والدار اللي فات انا حلبت معاكم قلت لكم ما جبتش نص اللبنات. شوفي بالبقرة التانية عشان مش محب اللبنات تتبهدل. حلبت معاكم ما جبتش نص اللبنات طبعا انت عارفين من غير كلام. وطبعا انا قلت لكم انا كنت محلب عاد زي ما تحلب كده بس ما فيش رغوه واصل والبقره ما تمشي لورا والقدام. كانت عارفه الايد اللي هي غره ليه ما فيش رغوه؟ ما كانوش مراغيين ولا الشغل مش طويل. طويل ولا قصير احنا كنا طويل لما يحرك اللبن تحت يرغوه. طب ما انا كنت اما راغي عند الاشمعنى بتاعتكم ما رضيتش تراغي الام قليل. لا بقرتكم حلمتها غردي. الام عندكم قليل وكانش ما يرغي. حلمتها كانت على العدل وسهله عندي. لا والله ودي سهله مش صعبه بس دي هي عارفه اللبن لما مبقاش محنون مش اما يرغي حلو. صح. النهارده حلبة بدري حلبت واخر المفروض حلبت قبل المغرب. يا جماعة خلصنا حليب والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حلبنا البقرة دي بص قاعدة البقرة التانية. طبعا البقرة التانية دي ما تاخد وقت في الحليب عندي. صلى الله عليه وسلم وزاد وبارك على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما راح تحل العدلة طالع بسم الله ما شاء الله تبارك الله صلى على النبي عشان نحلب البقرة الجوانية. الإضاءة هنا بايظة خالص هنشوف جوا. تغلب بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص البقرة ها مش عارفة ايه الخط اللي جاي في الكاميرا النهاردة حد العيال لاعبين في الكاميرا كده. جربناها شوية لا الإضاءة وحشة سيبناها قدامها وبصوا ما كانت حاطة شوية اياه ربيع يعني مسلة فيه. وابوي على فكرة كان زارع شوية بتاع فول على اللوسيوف وما يحطهم لهم عشان اللبن. فول اللي هو فول مدمس ده الفول البلدي كان لما يحطهم لهم يعني ياكلوهم بفولهم بكل يعني ما كانش يحشوا منهم فول عشان هو حلو للبن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اقعد عليك يا امي. اذكرها ربنا بغدرة ساعة ما تقلب من الشندين خفيف. ده لا طريقة الدرة اللي من ورا دي ما فيهاش حاجة قهوة. فيها واحدة فيها واحدة. ده شغل لعب عيال اللي من ورا. دي فيها شوية عندي. اللي قدامين فيهم لكن اللي من ورا ده لا. محمد قال احنا خلصنا قلت احنا لسه بدأنا فيهم. يعني الجنب ده ودي يا رب. قد يهديك يا رب يصلح حال. لما تعرف اللي مش في الحش وتتعرف. ومحمد ابو ناجي الدار اللي فات. طب انت ما تصورنا ما نحلم كل شويه اقول لك قلت ايوه يا محمد عشان تقعد تخش عليها. مش كده لما اطلع بعمل لك حابك انت يا محمد. لا دي ما فيش عقل يديه لها ربنا. قلت العقل مصيبه. حتى في البهيمة. والله بص بسم الله ما شاء الله عليها جامده بس عبيط ابوه امال تحرب معي عايزه الا عايزه تجيبنا تنطع. ايوه ما تعرف اي حد غريب داخل الحش كل سنه وانت طايره بالظبط. يقف في حاله وديها استرها ربنا وتلمها ربنا على خير ونطلع من تحت. اصل هو البقر البكر كعبيط يا وعي دخل صابر. كان عندنا ديكه كانت مشالد اللي هي اللي جبناها الاولى البكريه اللي كانت بنتها الجامده الحلوه دي بس لما من اول ما نسيب بنتها ونلحق ناخد منها شويه كانت حلوه يعني لكن اول ما تحوش بنتها من قدامها كانت اما تضرب في الشلاليه. لما تبقى عامله زي الطور الهاي. ده مربوطين مش ما يفلت واصل في عبطها. الساعي المربوط على طول ده يعني مش يبقى عارف حتى حلتين مش يبقى راكز وهو ماشي في الماشي. دي لما رحنا نوديها السودا اللي احنا بنحلبها دي لما رحنا نوديها يعني للعجل فكانت عامله عمليه. انا كنت مصورها فيديو كانت ما تطقش محمد في الحيطان بره. مين ده هم حلاها من بره ومدخلينها كانت محمد وجابر كانت بتلعبهم زي الشخلين. الطلوع ميراث البهيمه لما البقره ما تطلع تمشي وتيجي وكده تعرف ان هي هتمشي بالراحه حتى ما كانت شقيه ما ترسم على
ده احنا ماشيين في الشارع. لا احنا قاعدين في الشارع ولقينا بنت عباس اما تصرخ تريت بقرة الراجل الوحيد اللي معدي في الشارع. انا راحت ماسكاها فرطتها ولمتها الصغيرة زي شراك جابتها والله تحتها ودي كانت الكبيرة رمحت البت الكبيرة رمحت وخافت والصغيرة جابت اقف جابت الكبيرة الصغيرة تحتها وكانت تعجق فيه ودي قاعدة تصرخ سلتها. كنا جايبينها جديد. جماعة انت كده اعتبرونا ان احنا خلصنا عشان العدلة المجنونة دي مستقصدانة مش فاضية. اصل عارفاني مش اما اخش يعني ده انا موكلك داران ما تمرش فيك الاكل النهارده. يلا زي بعض واكلت كلبة كانت ماشية وراي. بس اما تحرب مع الساعي اللي واقف جنبها تحرب معي حد داخل الحوش تحرب مع حد بعيد تعرف عبيطة بكرية ما فيش مخ. سبحان الله.